لما يكون العميل من الناس اللي بتحب الاضاءه الطبيعيه، كنت حكيت لي على حد عملت له سكاي لايت. الفكره دي عجبتني جدا، ممكن برضو نحكيها هي للناس تحفه. كده. هو كان في اكستنشن للمكان وكان بيتعمل خرسانات واتعمل بالفعل، وكان في يعني شبه مشكله انشائيه. المهم في الاخر قلنا ان السكاي لايت دي هتبقى حاجه زي لايت سيستم كده، ما تبقاش بتدوس قوي على السقف وكده، وبعدين هتدخل له اضاءه طبيعيه. فهو طبعا لما نيجي ننفذها في مشكله، لان هي غاليه جدا والاستراكشر بتاعها غالي جدا. فبدانا نعمل استراكشر كده بديل للسكاي لايت اللي بتتعمل في كذا بلد بره مصر حتى وجوه مصر. والاضاءه بعد ما خلصت هو الراجل يعني مبسوط جدا واحنا مبسوطين جدا، صورنا تركيبها. فان احنا نعمل شباك في السقف، يعني هو يعتبر شباك ولكن بيدخل اضاءه بس، فبيدخل اضاءه طبيعيه. الاتموسفير في المكان مذهل. مذهل طبعا. لازم يكون الدور اللي فوق تبعه يعني عشان فهو الدور اللي فوق تبعه برضو، فهو استغنى عن الحته دي. وبدانا نفتحها في السقف، واتثبت اصلا مفتوحه ومعمول لها طبعا اناليسيس وكل حاجه. وانا كان في فيديوهات حتى هنشوفها، هي دي لسه ما خلصتش، هي دي اندر كونستراكشن بس خلاص. هو ركبت والمطره مطرت، ما فيش ميه بتنزل، واختبرناها وكل حاجه. تخيل بقى انت بتبص كده في السماء، الشمس داخله ومطره وكل حاجه، وانت قاعد بتتفرج على السماء الصافيه طول ما انت قاعد في ريسبت. فطبعا من احلى الحاجات اللي نفسي تنتشر يعني ثقافه السكاي لايت دي تنتشر في مصر. خطيره، بتاثر في النفسيه وبتدي وسع طبعا للمكان. المكان اول ما هي اتفتحت واتركبت المكان وسع بشكل مش طبيعي. والمكان بقى الاتموسفير بتاعه والفايبس بوزيتيف جدا. فدي حاجه رهيبه بجد يعني. حسبته بقى يعني، عشان انا عارف برضو الازاز بتاع السكاي لايت يعتبر حمل برضو على السقف. احنا حسبنا الاول، هو اخف من الكونكريت اكيد، بس صح. حسبنا السبيسنج اللي ما بين الازاز والازاز، وبدانا نزود دعامات. واصلا هو ستراكشر الومنيوم قوي جدا والدبث بتاعه كبير، وهو الومنيوم فخفيف عن الحديد شويه. فلما اتعمل بقى واتحط الازاز، طبعا الازاز 3 لايرز، فطبعا عشان ما ينزلش لا ميه، وعشان الشمس كمان ما تخشش بشراسه، لان برضو الشمس انت مش هينفع تبقى في الشارع. صح. فبرضو من اكتر الاماكن المعرضه لاشعه الشمس. بالظبط. فطبعا اشعه الشمس بتتكسر شويه، فالدنيا بتبقى اهدى يعني. فكل حاجه لا اتحسبت الحمد لله، واتعمل لها اناليسيز ونفذنا الحمد لله. وطبعا من الحاجات المهمه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شويه، طريقه الفرش وتوزيع الفرش. يعني انت اكيد برضو لما تعمل فتحه في السقف صح، لازم تعمل حسابك برضو ان هي ما تجيش في نص كنبه، ما تجيش في معماري يا جماعه. يعني تيجي مثلا تحتها ترابيزه او صح حاجه. صح. احنا حاطين في الحته دي زي هول، ومحطوط تحتيها شجره طبيعيه. يعني في حاجات بقى هتتعمل في الانتيريور بحيث ان دي الفرش هيكون حواليها. فهنفرش حاجه كده سنترلايزد، وهنفرش حواليها الفرش كله. وحتى مفيش تي في الحته دي، التي في في الليفنج. فاحنا مرتبين فعلا مظبوط يعني. هي فعلا بتغير الديكور والفرش جوه بشكل غريب جدا يعني. لا انت طبعا يا باشمهندس بتحب تعمل دايما الحاجات الغريبه والجديده، زي برضو الشقه اللي كنت حكيت لي عليها، عملت الكيرفز ازاي بالمحاره، كانت جميله. انا شخصيا استفدت جدا من الفيديو ده. الله يخليك.